5 شهور أن هناك فريق عمل يعمل على وضع النقاط لتهيئة المدرب القادم وتهيئة المرحلة القادمة. فعلا كون الفريق، والفريق زار العديد من الأندية والعديد من الملاعب، وحضر الجزء الثاني من دوري عبد اللطيف جميل السنة الماضية وكأس مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد. ومن ثم كان هناك دراسة كاملة حول اللاعب السعودي وإمكانيات اللاعب السعودي ومستقبل اللاعب السعودي. على ضوءها تم عمل الخطتين: الخطة المستقبلية لرياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية، والخطة السريعة لإن شاء الله وصولنا إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. أما عن موضوع اختيار المدرب تحديدا السيد فان، هناك الخيارات كبيرة كانت، والسيد فان كان واحد من المدربين اللي أيضا كان لنا تواصل معهم، ولم يكن التواصل المباشر جيد في ذلك الوقت، حتى أن تواصلنا مع السيد إيان المدير الفني، وأصبح السيد إيان هو همزة الوصل بين الاتحاد السعودي والمدربين سواء الأرجنتينيين أو الأوروبيين أو خلافه. لذلك وصلنا لهذا المدرب بناء على الأسس وبناء على المعطيات التي تلقيناها من فريق العمل الذي عمل نهاية الموسم. أولا أنا رجل متفائل وأحب رياضة كرة القدم، وكل ما ذكر المدرب كان يصب في مصلحة رياضة كرة القدم. لدي دراسة مستفيضة عن وضع كرة القدم في المملكة العربية السعودية سواء في الأندية أو في المنتخبات والمراحل السنية. سيطبق هذا البرنامج، وإن شاء الله بعد تطبيق هذا البرنامج سيكون لنا حضور آخر، وخلال المرحلة القادمة سيترجم هذا التطبيق، وإن شاء الله سيكون بتناول يد الجميع للقراءة وأيضا لمتابعة ما سيتم للكرة السعودية. وأنا متفائل جدا. طيب أستاذ أحسن، أولا أنا لا أحدد المدربين بالعدد ولكن بالكفاءة، فالسيد فان واحد من الكفاءات الممتازة سواء في قيادة المنتخب الهولندي أو قيادته لنادي هامبورغ، وشخصية رياضية لها فلسفتها. كرة القدم اليوم فلسفة، وكرة القدم اليوم أيضا إمكانيات، فالرجل يملك من الفلسفة ويملك من الإمكانيات ما يشفع له بقيادة منتخبنا الوطني بحول الله.